بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. مرحبا بكم طلبتي الأعزاء في حلقة جديدة والدرس رقم 4، العقل في القرآن الكريم. بالنسبة لهذا الدرس أبنائي كما تعودنا نحدد نسبة الحفظ ونسبة الفهم فيه. عندنا نسبة الحفظ يبنى هذا الدرس على نسبة 80% من الحفظ. لماذا؟ لأن أسئلته في البكالوريا هي أسئلة مباشرة تعتمد على كل ما وجد في الدرس نعاود نكتبه في الورقة تاع البكالوريا. خلاص. ثم عندنا نسبة الفهم تبقى لي 20% إذا طرح واحد السؤال بالنسبة للعنصر الثالث اللي هو ضوء العقل في التمحيص بالنسبه للافكار والموروثات. كاينه واحد الطريقه ممكن تكون تفهمها تما، اما ما تبقى فكله اسئله مباشره في الحفظ. نبدا بدايه نعرف ما معنى العقل. العقل هو قوه وملكه انيط بها التكليف. ما معناها؟ حنا الله تعالى ما يحاسبش الانسان اذا لم يوجد له عقل. رفع القلم عن 3 من بينها عن المجنون حتى يبرأ أو حتى يعقل. وبالتالي العقل هو أساس تكليف. ما معنى أساس تكليف؟ هو الذي على أساسه يعاقبنا الله ويجازينا. كيف ذلك؟ لأن العقل هو الأساس اللي غادي نختار به الحق ولا نختار به الباطل. لهذا يبنى عليه التكليف والعقوبات أو الجزاء عند الله تعالى. كذلك بالنسبة للعقل، العقل أين تظهر أهميته؟ بالنسبة يا جماعة لأهمية العقل، العناصر أو النقاط الموجودة هنا تحفظ كما هي تعاد في البكالوريا. كيف تظهر أو ما هي أهمية العقل في القرآن الكريم؟ أولا عندنا العقل هو مناط وأساس تكليف كما سبق وذكرناها في التعريف. كذلك العقل هو أداة الوصل بين الواقع والدين والاجتهاد. كيف ذلك؟ هنا غادي نشوفوها في درس القياس. كي المجتهد يعمل عقله في إيجاد الأحكام للمسائل المستجدة والنوازل الجديدة، مثلا كتحريم المخدرات إلى آخره. هذا إعمال العقل ربطناه مع ربطنا العقل ساعدنا على ربط الواقع اللي رانا فيه مع الدين باش نخرجوا الأحكام الشرعية. كذلك عندنا العقل هو منشأ الفكر والإدراك. عن طريق العقل الإنسان يفكر يدرك. مثلا تلميذ يقول عندي بكالوريا لازم لي نحفظ، هذه الطريقة تاع التفكير استعان بها بعقله من أجل الوصول إلى هذه النتيجة. خلاص. كذلك العقل هو سر تكريم الإنسان. الله تعالى كرم المخلوق الوحيد الذي كرمه بالعقل هو الإنسان. خلاص، لقوله تعالى وقد كرمنا بني آدم وحملناه في البر والبحر إلى آخر الآية الكريمة. هذا بالنسبة أهمية العقل. سؤاله في البكالوريا مباشرة، ما هي أهمية العقل؟ ثم التلميذ يعود هذه النقاط الموجودة على الشاشة. ثانيا العنصر الثاني وهو دور العقل في التمحيص بالنسبة للأفكار والموروثات. ما معنى عملية التمحيص؟ شو معنى العقل يدير تمحيص؟ جماعة عندكم تغلطوا في البكالوريا وديروا تحميص، تقلب ما بين الميم والحاء، عندك 0 البكالوريا في العنوان حدارية. تمحيص ما معناها؟ اللي هي الغربلة والتصفية. الآن ماذا يغربل العقل وماذا يمحص وماذا يصفي؟ يصفي إما أفكار تلقاها أو موروثات تلاقاها بالنسبة للأجداد إلى آخره. كيف ذلك؟ إذن هل نقبل كل فكرة تعرض على العقل؟ إلا. هل نقبل كل موروث ورثناه عن أجدادنا نطبقه في حياتنا؟ إلا. هناك من الأفكار ما يقبلها الدين، على هذا الأساس يقبلها العقل. العقل يشوف اسكو هذه الفكرة تساعدني في الدين، اسكو جائزة ولا محرمة ولا نقبلها أو نرفضها على أساس ديني. إذا قبلها نقبلها وإذا رفضها الدين نرفضها. كذلك بالنسبة للموروثات، مثلا عندنا تكون جدة في البيت مثلا تقول لك أنا نروح للوالي الفلاني نشعل شمعة وندور على الوالي 7 مرات باش يستجب لي دعائي ولا يحقق لي أماني. هذا موروث، هل يقبله العقل؟ هل من المنطق أننا نعبد الوالي ونطلب الوالي؟ الدعاء يكون لله تعالى وحده. إذن هذا الموروثات اللي غادي نورثوا على جداتنا نرفضوها، يرفضها العقل. لماذا؟ لأن العقل قام بعملية التمحيص. وإحنا في القرآن الكريم عندنا محرم الشرك بالله تعالى. لازم ندعو الله تعالى وحده ونعتقد في استجابة الله تعالى وحده دون هذا الأولياء. مفهوم؟ هذا بالنسبة للموروثات. كذلك إذن يقوم العقل بعملية التمحيص والغربلة والتحليل لكل فكرة وموروث، فإذا وافقت شرع الله وافق العقل عليها وقبلها وطبقها الإنسان في حياته. كذلك بالنسبة للعقل نستعين به في تنقية المنظومة الفكرية من الغزو الثقافي. ما معنى الغزو الثقافي؟ هذا الكفار اللي راهم
يصدروا لنا هذه الأفكار الضالة من حيث اللباس أو العقائد الفكرية إلى آخره، يرفضها العقل. لماذا؟ لأنها تخالف شريعة الله تعالى، فكل ما وافق الشريعة يقبله وكل ما خالف الشريعة يرفضه العقل، بناء على هذه العملية العقلية أو الغربلة أو التمحيص الذي يقوم به العقل. كذلك بالنسبة لنقد الموروث الفكري للأمة للتمييز بين الحق والباطل، نفس الموضوع. بقي لي آخر عنصر أبنائي في هذا يسمى حدود استعمال العقل. الله تعالى أمرنا بإعمال العقل، وفي نفس الوقت نهانا عن استعماله في مواضع يسموها حدود استعمال العقل. ما معنى هذا العنوان؟ أين يمنع استعمال العقل؟ أو هل أطلق الله تعالى استعمال العقل عند الإنسان دون حد خلاك تفكر كما تبغي؟ لا، قيدنا الله تعالى في استعمال هذا العقل أو هذه القوة تاع التفكير والإدراك إلى آخره. كيف ذلك؟ في شيئين. ماذا قال؟ ما معنى حدود استعمال العقل؟ معناها أين ومتى يحد أو يمنع استعمال العقل. أولا يمنع استعمال العقل في الأمور الغيبية، مثلا نبغي نعرف شكاين في المستقبل، مثلا ألجأوا إلى السحر والشعوذة ولا الأبراج لمعرفة أو التخيلات العقلية الزيادة باش نعرف المستقبل، هذا حرمه الله تعالى. كذلك يمنع العقل أو البحث أو يحد العقل في البحث في بعض الأمور التعبدية، مثلا نقول الله تعالى لماذا الظهر فيه 4 ركعات، مثلا لماذا المغرب فيه 3، لماذا الصبح فيه 2. هذه الأمور يمنع. كاين عبادات عندنا جواب عليها لماذا وجدت، وكاين عبادات نتوقف عليها نقوم بها كما جاءت دون سؤال عن حكمة تلك العبادات، كالعدد في الصلاة الآن اللي قلت لكم عليه. كذلك يمنع العقل في البحث في الذات الإلهية، مثلا كيف الله، أين هو الله، أين موجود، هل يأكل، هل ينام، هل يشرب إلى آخره. هذه الأسئلة المتعلقة بالذات الإلهية يمنع العقل في البحث عليها. جماعة لو كان حتى تخمم في هذه الأمور اللي منعنا العقل فيهم ما فيهم جواب، غادي غير عقلك يحبس تطبلوكه وتهبل فقط، لأنه ما عندهم جواب، والقدرة العقل لا تستوعب تلك الإجابات. خلاص. كذلك يمنع البحث في النص الصريح. ما معنى النص الصريح؟ مثلا النص الصريح ماذا نقصد به؟ آية أو حديث، معناها الآية عندها معنى باين، ما نروحش نتخيل معنى واحد آخر. مثلا قال الله تعالى وأقيموا الصلاة، الآية باينة بلي تهضر لي على حكم ووجوب إقامة الصلاة، أنه الصلاة واجبة، ماشي نقعد نصلي نقول مثلا نقول كيفاش وعلاش وكيف ذلك، بالك ما راش على هاد الصلاة، بالك على هذيك، شغل نقعد نخمم في حاجة صريحة راها ما عندهاش معنى واحد آخر إلا هذا المعنى اللي راه ظاهر قدامنا. كذلك إذا وجدت الأحاديث الصحيحة الصريحة المتواترة الواضحة اللي ما عندهاش احتمالية تاع معنى واحد آخر، لا يجوز أنك أنت تخمم في معنى واحد آخر من غير اللي جابيه الحديث الظاهر. مفهوم؟ هذا بالنسبة لهذا يسمى بالنص الصريح. ما معنى الصريح؟ يعني ما فيش غموض، واضحة بلي الآية راهي تمعني غير على هذاك الشيء، ما كاش احتمال آخر. هذا يمنع البحث في هذا النوع من النص. كذلك الآن هذه بالنسبة للممنوعات أو بالنسبة للحدود اللي ما نخرجش فيها بعقلي. أما ما سمح الله لنا باستعمال العقل فيه فهو كثير، من بينه أولا التدبر والتفكر في الكون للوصول إلى الإيمان. مثلا كما درسنا هذا المعنى في درس وسائل تثبيت العقيدة إثارة العقل والوجدان. أمرنا الله أفلا تعقلون أفلا تتفكرون، أمرني الله بالتأمل في الكون كي أصل إلى معنى أن الله تعالى موجود فأؤمن به وألتزم بما جاء وأبتعد عما نهى. هذا يسمح به العقل. كل شيء وصلك إلى معرفة الخالق وتقوي إيمانك سمح الله بالبحث فيه، خلاص، في إطار الشرع. كذلك الاجتهاد بحدود في المستجدات كالقياس والمصالح المرسلة. مثلا العلماء تاني كي يستعملوا العقل تاعهم في القياس، مسألة ما فيهاش حكم شرعي، كيفاش أنا نصيب لها حكم شرعي؟ أستعمل العقل تاعي، نشوف هذه المسألة كالقياس. مثلا قسنا المخدرات كما قلت على الخمر، لأنه العلة الإسكار الجامع بينهما. هذا هو العملية العقلية اللي يسمح بها الله تعالى في استعمال العقل. كذلك سمح الله لنا بالابتكار والاختراعات المباحة التي تعين الأمة الإسلامية على التطور في حدود الشرع بطبيعة الحال. بالنسبة هذا هو الدرس سهل بسيط جدا أبنائي. النصيحة اللي نقدمها لكم بالنسبة لهذا الدرس أحافظوه كما راه، خلاص. أما
الأسئلة من حيث الفهامة غادي تكون قليلة في هذا، هي أسئلة مباشرة على العموم. إلا عطاوكم أسئلة تاع فهامة غادي يربطوا لكم مثلا الانحرافات الموجودة في درس الرسالات مع دور العقل في التمحيص وغربلة الأفكار والموروثات، يعني كيف نرد تلك الانحرافات أو الادعاءات اللي تكون الله تعالى مثلا باتخاذه ولد إلى آخره. من غير معقول أن يكون لله تعالى ولد. فقط هذا بالنسبة لدرس العقل، درس بسيط جدا. إذا أبنائي نتمنى تكونوا فهمتوا معايا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.